في نص التسعينات كان في منتج في هوليوود اسمه جيم أبراهامز، كان ابنه بيعاني من الصرع الشديد ولف بيه على كل الدكاترة والمصحات، وللأسف ما كانش فيه أي نتيجة ولا تحسن. وبعد محاولات كتير تم التحكم في المرض ده من خلال دايت، واللي اتعرف بعد كده باسم الكيتو دايت. يعني ايه كيتو دايت؟ الكيتو دايت مختلف تماما عن اي دايت تاني انت ممكن تفكر تعمله، لانه قائم في الاساس على انك تاكل كربوهيدرات منخفضة، بروتين معتدل، ودهون كتير. وفي دايت فيه دهون كتير؟ هنا بقى هشرح لك الكيتو بيشتغل ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. الدماغ والكلى والاعصاب بتعتمد بشكل اساسي على الجلوكوز كمصدر للطاقه، واللي بيجي من حرق الكربوهيدرات. لكن في الكيتو بتكون الكربوهيدرات اصلا قليله، وفي الحاله دي بيضطر الجسم ان هو يحرق الدهون، واللي بينتج من حرقها اجسام كيتونيه. وهنا بقى الدماغ بيستخدم 40% من الطاقه من الجلوكوز و60% من حرق الدهون، وبكده بيزيد معدل حرق الدهون بدرجه كبيره جدا. وفي الدايت ده بنستخدم 70% من سعراتنا من الدهون الصحيه زي السمنه الفلاحي والزبده الفلاحي، 25% من سعراتنا بنستخدمها من البروتين زي الفراخ واللحمه والسمك الى اخره، و5% فقط بنستخدمها من الكربوهيدرات واللي بناخدها من الخضروات. طيب الكلام ده اعمله لوحدي ومع نفسي كده؟ اياه. ومن الافضل ان الكيتو دايت يكون تحت اشراف طبيب متمكن ومتمرس في عمل انظمه الكيتو دايت، لانه بيساهم في نقص مستوى سكر الدم وبيزود فرص ظهور حصوات الكلى، وليه مشاكل كتير جدا لو اتعمل بشكل غلط وبشكل عشوائي. عشان كده بقول لك لازم يكون تحت اشراف طبيب متمكن. طب ايه علاقه الصرع اللي اتكلمنا عنه في البدايه بالكيتو دايت؟ زي ما قلت لك في البدايه ان المنتج كان ابنه بيعاني من الصرع الشديد، واللي خف من خلال تطبيق نظام الكيتو دايت، فقرر انه يفتح مصحه كبيره لعلاج الصرع من خلال استخدام الكيتو دايت. وكمان اكتشفوا ان الكيتو دايت بيقلل اعراض نوبات الصرع وتكرارها بنسبه 50% في نص المرضى اللي بتمشي عليه، وبنسبة 90% في تلت المرضى اللي بتمشي على الكيتو دايت. واكتشفوا كمان ان 3/4 الاطفال المصابين بالصرع واللي بيمشوا على نظام الكيتو الاعراض بتقل معاهم في خلال اسبوعين فقط من تطبيق الكيتو. وكمان لاحظوا ان بجانب علاج الصرع والتحسن في الاعراض بتاعه نوبات الصرع، ان بيحصل فقدان للوزن وتخلص من الدهون وتغير في المقاسات بشكل ملحوظ جدا. ومن هنا ابتدى يستخدم الكيتو دايت كنظام لانقاص الوزن والتخلص من الدهون حتى لو ما كانش عندك صرع. بس افتكر دايما انه لازم يكون تحت اشراف طبيب متمكن ومتمرس في عمل انظمه الكيتو.